ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. النهارده ان شاء الله هنعمله حاجه حلوه جدا عشان بقى رمضان وتحضيرات رمضان. كل سنه وانتم طيبين. طريقه عمل الفول المدمس اللي احنا ازاي هندمسه فول. بص، انا كل اللي معايا هنا في الفيديو شويه كيلو فول بس، اللي هو بتاع التدميس، فول بلدي. انا نقعته مثلا امبارح بالليل، يعني 6 ساعات. قعد كده ايه من امبارح على الساعة 12 بالليل كده او 1 بالليل. نقعته في مية دافية، بصوا مية سخنة. بصوا بقى عامل ازاي النهارده. دلوقتي الساعة 6:30 الصبح. انا بقوم من بدري طبعا عشان ايه، لو ورايا اي حاجة اعملها والكلام ده كله. تمام، وشوية سكر بس، مش عايزة بقى حاجة تانية. دي الطريقة. بصوا، احسن طريقة فول هتدمسوها في حياتكم، مش هتاكلوا غيرها والله العظيم بجد. دي الطريقه دي بقى لها معايا كتير جدا. باكل شويه فول زبده. تمام، احنا نقعناه كويس وخلاص. حاطين حله على النار فيها شويه ميه مغليه، بنغلوها عشان نقول لكم هنعمل فيها ايه تاني. يلا بينا بقى على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه. الحله هي على النار، بصوا هي هتغلي خلاص. هنحط بقى احنا هنا الفول. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده. ونيجي نحط بقى احنا ايه، معلقتين سكر. بصوا بقى، سيبكوا بقى بان انتوا تحطوا عدس وتحطوا ليمون وتحطوا طماطم وتحطوا بصل. الحاجات دي كلها لا خالص، بتغير طعم الفول. انتوا عايزين تاكلوا فول ولا تاكلوا بقى عدس ببصل بطماطم بليمون بالحاجات دي؟ بصوا انا مش قلبت اهو، مش هقلب تاني خلاص. هنخلي النار عالية عليه لغاية بس ما يغلي شوية، وبعد كده هنوطي عليه النار. عارفين الطريقة دي كبيرها لو غابت قوي مش هتكمل ساعة ونص. سيبكوا بقى 6 ساعات و7 ساعات والحاجات دي كلها، ساعة ونص او ساعة كمان، وممكن ما يكملش وحياة ربنا. انا بقوم دلوقتي اعمله عشان ممكن اخليهم ان شاء الله اما يقوموا، يعني ولادي تقوم يفطروا منه. بصوا هنحطه بقى عليه اول ما يغلي غلوتين. اوريهولكوا بيغلي، وبعدين كده هنوطوا عليه على نار هاديه خالص، وهتشوفوا السوا بتاعه. بصوا انتوا كده هتاكلوا الفوله مدمسه. عارفين لما بيقولوا ايه، عايزين فول من وش القدره، هتلاقوه من اوله لاخره هو وش القدره. مفيش بقى ايه، هتلاقي لازق فيه عدسيه، لازق فيه فوله مدشوشه. لا لا لا, لا. سيبكم من الكلام ده خالص. انا كنت بعمله كده على فكره في الاول. جه جوزي ما بياكل بيقول انت ما بتاكلنيش فول، انت بتاكلي فول مع عدس مع حاجات من دي، رغم ان كله بيبقى دايب في بعض. بس اول ما عملت له الطريقه ديت بجد مش عايزه اقول لكم بقى خلاص، هو وولادي بقوا ادمان فول. لازم كل يوم طبق الفول بتاعك، ما ينفعش ان ياكلوا فول حتى اشتريه من بره. ساعات ببقى تعبانه اقول له مش قادره اعمل، لا الاقيه هو جاي يجيب لي فول، يقول لي اعملي لنا فول دمسيه حطيه على النار، مش هتغلبي، انت بتحطيه في حله وخلاص. من طعمه وحلاوته بتخليه عندك في البيت على طول. انتوا عارفين لو انتوا شفتوا الفيديو ده والله العظيم هتجيبوه وهتعملوا منه قبل رمضان، وهتجيبوا 100 مره كمان قبل رمضان من حلاوه الفول ده اللي انتوا هتاكلوه. تمام، اول بس ما يغلي غلوه هوريهولكوا بقى على طول، وهنشوف هنعمل ايه تاني فيه. ماشي، بصوا حبايبي بقى الفول. شايفين الفول عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. انا عايزه بس بصوا اوريهولكوا بس شكله. بصوا الفوله، انا بقرب لكم اهو الكاميرا. بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، فظيعه. بصوا عامل ازاي. خلاص كده بصوا معلقتين السكر. تمام، انا كده ايه خلاص اهو الفول اهو بيغلي. مش عايزه اعمل حاجه تاني خالص عليه. بصوا هنغطي عليه بقى كويس
كويس، وهنيجي نحط عليه النار كده اهي على الاخر، موطيه عليه خالص. هسيبه كده بعد ساعه، او بصوا بعد نص ساعه هقول لكم بقى، اوريكم شكله عامل ازاي. بس لو عملتوا شويه الفول دول هتفضلوا والله العظيم هتقعدوا تدعوا لي من هنا لغايه كمان 100 سنه قدام. تمام، نص ساعه كده واوريكم بقى ايه الاخبار ووصل لايه الفول بتاعنا. تمام، يلا بصوا يا حبايبي الفول بسم الله ما شاء الله يعني فظيع. انتوا شايفين لونه؟ بصوا انا هقرب لكم اهو الكاميرا عليه، بصوا اللون بتاعه بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بصوا فظيع فظيع. بصوا عايزه اوريكم الفوله بقت عامله ازاي بالظبط. ساعه الا ربع دلوقتي او نص ساعه. بصوا فظيعه فظيعه ودايبه، بس طبعا ايه لسه. تمام، في مكون هنحطه عليه احنا كده ايه خلاص. احنا كده انا مش عايزه حاجه تاني من الفول. في مكون انا جايباه معايا، انا حاطه هنا في الكوبايه بصوا معلقه صلصه. تمام، معلقه صلصه واحده اهي. هنحط عليها معلقتين دقيق او معلقه دقيق بس يعني كده. المكون ده بقى هيخليه زي العربيات بالظبط. تمام، بصوا هنحط هنا معلقه دقيق اهيت. هنحط ايه كمان ايه معلقه. بصوا المعلقه تحسوها اللي هي مش مليانه قوي. تمام، خلاص كده اهو يبقى الدقيق بالصلصه. تمام، هنحط عليها شويه ميه سخنه او نحط عليها، بصوا بلاش ميه سخنه، هنحط عليها ميه الفول. تمام، انا مطيه على الفول خالص اهو كده اهو. هنيجي نقلب بقى الخليط ده كويس قوي لغايه ما يدوب ايه معايا اهو. انا مش هعمل فيه حاجه اكتر من كده، افضل ادوبه لغايه ما يبقى ميه خالص معايا. تمام، بصوا حبايبي اهو دوبنا الخليط خالص اهو. بصوا كده اهو. تمام، هنيجي بقى نفضه هنا على خليط الفول ده، هيديكوا نفس اللي عند الراجل الفوله الحمراء، الميه بتاعتها الحمراء اللي شكلها تحفه ويبقى طعم ملهوش حل. بتاكلوا فول بقى هيتقلب تقليبه كده وهو واطي برضو، مش هنعمل اي حاجه تاني. احنا كل اللي حطيناه على الفول معلقتين سكر، اكتر من كده مفيش اهو. هنسيبه بقى يستوى كمان ربع ساعه. احنا كده الفول استوت. هنحطه بس حطينا الخليط ده اللي هو معلقه صلصه عليهم معلقتين دقيق وكوبايه وشويه ميه بتاعه الفول. على فكره الناس بتوع الفول هما اللي بيعملوا كده. انا جايبه الفول ده طريقته من عند واحد بتاع عربيه فول، مش هقول لكم من محل، لا من بتاع العربيه نفسه اللي احنا بنبقوا ميتين على طعمه وحلو. في رمضان بنحب نستنوه، هو بيعدي عشان يجيب لنا ويطلع، ونقول مثلا البواب بتاعنا او حارس العماره عايزين نجيب لنا فول من عند العربيه. لا انت هتعمليه في بيتك. بصوا مفيش اي حاجه. بصوا كده اهو خلاص. هنيجي نغطي عليه ونخليه يكمل سواه ربع ساعه كمان، وهنشوفه بعد كده ايه اللي هيحصل فيه. بصوا حبايبي انا عايزه اوريكم الفول شكله ايه. شفتوا ميته لونها احمر ازاي، مش مسود ده خالص، ومفيش بقى مطرح العدس والحاجات دي، لا خالص خالص. بصوا عايزه كمان اوريهولكم. بصوا الفوله بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بصوا فاتحه وجميله ازاي لسه. بصوا بالظبط محتاج معايا 10 دقايق بالظبط وخلاص هطفي عليه كده. الفول ده واخد معايا ساعة الا ربع. شفتوا بقى الجمال؟ وفر لي في غاز ووفر لي في كل حاجه. هو كيلو فول انا جايباه من عند فتح الله ب 38 جنيه بس، محتاجتش اكتر من كده، ومعلقتين سكر طبيعي عندكم. شايفين الميه كده؟ هنغطي عليه بقى على طول، وبعد كده هنشوفه بقى من ايه نقدموه. تمام حبايبي بصوا الفول كده يعتبر خلاص تقريبا خلاص استوى خالص. بصوا دابت خالص وطعم الفوله حلوه جدا جدا. تمام كده بقى نطفي عليه خلاص.
بصوا بقى هنيجي نحطه هنا شويه فول. بصوا كده اهو. طبعا انتوا ايه، الميه دي بتبقى تحفه عشان تحفظوا الفول في التلاجة. بصوا الفوله، انا عايزه اوريكم الجمال بجد بجد ملهوش حل. بصوا ده ايه ده، كهرمان يا ناس. هتقولي لا عشان حاطه قدامكم بالميه ومعلقتين سكر، ولا كركم بقى ولا عسل عشان تقولوا اللون يطلع اصفر. بصوا بصوا عامل ازاي. يلا انتي مستنيه ايه؟ الكيلو الفول ده يقعد معاكي قد ايه؟ بصوا، غير بقى ما تحطي عليه الزيت وتحطي عليه بقى البهارات بتاعتك اللي هي الكمون والملح والليمون بقى، وتعمليه بقى ايه شويه طحينه ملهوش حل بجد، وحياة ربنا فظيع فظيع. بصوا، لا وبصوا الميه بتاعته، انا عايزه اوريكم الميه. بصوا فظيع 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 بجد اهو. كده خلاص انا طفيت عليه، وهنسيبه طبعا لما يهدى خالص عشان نشيله بقى احنا في اكياس او في علب. انا بحب احطه في علب بصراحه وفي الفريزر، بس مش عايزه حاجه تاني. هنشوف بقى نقدم الفول ازاي ونوريكم على طول. بصوا يا حبايبي انا كده خلصت اهوت الفول. جبت بقى طاسه، هنيجي بصوا هنحط فيها شويه فول اهو من الحله على طول. هوريكم بقى ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. الفوله بسم الله ما شاء الله، شايفين لون الفول عامل ازاي. بصوا كده، شايفين منظر الفول بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. فظيع فظيع فظيع. وبصوا دايبه، بصوا طعمه حلو قوي. انا بحب على فكره ما اما اعمله كده احس ان انا باكله من على العربيه، نفس بتاع العربيات اللي هو بيبقى لونه محمر كده ودايب زبده. بصوا بقى معايا هنا فلفل وطماطم هنحطهم. بصوا كده، ويديله بقى ايه تقليبه حلوه. تمام كده اهو. بصوا معانا هنا برضو شوكه يعني. بصوا الفول دايب اصلا مش مستحمل. بصوا بالشوكه كده اهو ندوبه كله، نهرسه كويس. واقول لهم بصوا يا حبايبي انا هرسته كويس، هرست الفول خالص اهوت، لسه ما حطيتش عليه اي حاجه، مجرد بس هي الطماطم والفلفل. هنيجي نحط هنا الملح، هنقلل شويه بس، والله لو احتجت تاني هحط. تمام. هنحط هنا شويه الكمون. بصوا كل ده وما حطيتش زيت. شويه فلفل اسمر. تاكلوا بقى شويه فول فظاع، ريحته فظيعه. بصوا كده. تمام. هنيجي نحط هنا شويه الزيت. بصوا الجمال بقى. كده تاكلوا الفول طعم فول، مش متطعم بقى بحاجات تانية بقى وبتاع، لا خالص. بصوا هنحط هنا زي ايه معلقه كده طحينه. بصوا اعملوا الفول بالطريقه دي هيعجبكم قوي قوي. بصوا كده اهو طعمه احي فظيع فظيع وحياة ربنا. بصوا بقى الجمال، وشايفين لونه فاتح ازاي. انا عايزه اوريكم كده لونه قريب. بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. فظيع. بصوا الالوان كده. هنشوف هو عايز ملح ولا لا. ثواني نجيب بس ايه شوكه.
فظيع. طبق فول ملهوش حل. ممكن نحط له ايه، بصوا عشان هو ايه ناشف شويه، يعني محتاج ميه اكتر. بصوا ميه الفول مش هنحطه ميه خالص من بره، هي ميه فول نحطوه عليه. بصوا الجمال كده اهو. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ طبق فول زي الفل. بصوا ما بقول لكم ميه الفول دي رهيبه. تمام. بصوا كمان في بقى تكايه تحطوها هيخليه طعمه زي العربيات بتاعه الفول بالظبط. هنحطه معلقه خل بس كده، واحلى طبق فول تاكلوه في حياتكم. ده عامل زي الفول بالخلطه بس، اللي بيتعمل في سندوتشات في العربيات او عند اي محل يقولك فول بالخلطه، اهو ده. بصوا بقى ملهوش حل، فظيع والوانه فاتحه ازاي. بصوا كده، بصوا حبايبي الفول اهو خلاص وطفيت عليه كمان. عايزاكم بقى بجد تجربوا الوصفه بتاعت الفول وطريقته في تدميسه، والله العظيم تحفه وملهوش حل. اللي يجربه بقى يكتب لي في الكومنتات ويقول لي هو عمله. بص حاجه مش مكلفه هي خالص، واللي ما اشتركش عندي في القناه يشترك، واشوفكم بقى الفيديو الجاي ان شاء الله.